يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. زعلان منكم عشان ما بتنزلوش تدوسوا لايك على الفيديو وتعمل سبسكرايب، وتعالى نتكلم عن افضل جهاز اقتصادي بسعر حنين كده، اللي هو يعتبر ابو 5-6000 جنيه، او بتتكلم في سعر مثلا 500 درهم 600 درهم. هنتكلم النهارده عن جهاز شاومي ريدمي 12، ولازم نميز ان ده مش الشاومي ريدمي نوت 12. انا عارف ان شاومي بتصعبها، معرفش بتصعبيها علينا ليه يا شاومي، ولكن ده جهاز فئه اقتصاديه. كلمه فئه اقتصاديه يعني يبقى اقتصادي في السعر ويديك امكانيات قويه. اول حاجه عجبتني بقى في الموبايل ده في التصميم، هي ان تصميم الظهر حرفيا عباره عن ايفون ولكن من غير الفريم وبروز الكاميرا. والتليفون كمان رغم ان هو يعتبر فئه اقتصاديه، بس برضو الحواف الاماميه بتاعته لطيفه، حتى الحافه السفليه مش كبيره قوي. طبعا الموبايل معمول من البلاستيك، والفئه دي ما بتاخدش فيها اي خامات زجاجيه. موبايل كمان وزنه مش تقيل، هو 198 جرام، وبيجي بلونين، او اللونين اللي هيكونوا متوفرين منه البيبي بلو والسيلفر، ودول لونين لطاف جدا بالنسبه للشباب والناس اللي عاوزه موبايل شكله شيك. فاول حاجه في التصميم، الموبايل هيحسسك انك واخد حاجه شكلها قيم مع ان سعرها مناسب. الشاشه هنا كعاده الفئه الاقتصاديه طبعا هي اي بي اس ال سي دي 90 هرتز مع 550 نتس درجه سطوع. كمان الشاشه هنا حجمها 6.79 اللي هو بيقارب ال 6.8، وده بيكون في اجهزه الفلاج شيب كحجم كبير. طبعا الشاشه هنا من نوع فول اتش دي، وجايه 396 بكسل في البوصه الواحده. سطوع الشاشه بالذات الاي بي اس بتشتغل كويس جدا تحت اضاءه الشمس وفي الاضاءات العاديه، والشاشه هنا فعلا درجه الوانها كويسه. في اجيال جديده نزلت من الشاشات الاي بي اس، وده خلى يا جماعه العقده بتاعت الناس من الشاشات الاي بي اس زمان تبقى خلاص مش موجوده، وخصوصا لما بتكون الشاشه فول اتش دي مع اي بي اس هتاخد اداء شاشه كويس جدا. الموبايل هنا بيجي باندرويد 13 مع واجهه شاومي الاحدث ميو اي 14، والمعالج هنا هو معالج محبب الى قلبي رغم ان هو معالج مش جديد قوي، يعني هو معالج ميديا تك هيليو جي 88. المعالج اللي انا بعتبره الجوكر اللي بيجي في الفئات الاقتصاديه، يقدر يديك اداء مقبول وكويس قوي في الالعاب، ويقدر برضه في نفس الوقت يديك اداء مقبول للاداء العام بتاع الموبايل كله. خليني اقول لك بس حاجه، ان انت في الفئه الاقتصاديه دلوقتي اللي هي 5-6000 جنيه بقى الموضوع مزنوق جدا انك ممكن تاخد موبايل بامكانيات قويه. كان زمان بننتظر ده، بس دلوقتي بقينا ندور على التجربه المرضيه اللي تديك الخلطه كلها. فهنا فعلا الريدمي ده مديك الجزئيه اللي انت بتدور عليها، موبايل اداؤه يبقى كويس، موبايل يعني انفع العب بيه شويه جيمز كده واقدر استخدمه في الاستخدامات اليوميه. فتقدر تقول ان الموبايل هنا هيرضيك جدا في القيمه اللي انت دافعها. الموبايل جاي باكتر من نسخه، جاي 4 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكره، وجاي 8 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكره، وهينزل ملحق ليه برضه هينزلوا النسخه ال 8 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكره. يمكن العيب اللي انا شايفه في الموبايل ان نوع الذاكره هنا هو اي ام ام سي مش يو اف اس. الفئه دي صعب انه كان يعملها يو اف اس، بس هو انت عملت خلطه جامده زقها بيو اف اس، يعني حتى لو جيل قديم شويه. بالنسبه للذاكره هنا اقدر اقول لك ان الموبايل بياخد شريحتين، ولكن لو عاوز تزود الذاكره هتستغنى عن مدخل من المدخلين بتوع الشرايح. خليني برضو اضيف لك حاجه، لو انت هتزود ذاكره حاول تبعد عن النسخه ال 4 جيجا رام، مش هتبقى مناسبه ليك قوي. لكن لو انت محتاج انك تزود ذاكره للاسف هتضطر تجيب النسخه ال 8 جيجا رام، هما في الحالتين 128، انما الرام هنا هيفرق معاك في زياده الذاكره. بس برضو هرجع واقول لك للاسف في الخلطه دي ما بتقدرش تاخد كل حاجه من الفلاج شيب بشكل كبير. نيجي هنا للكاميرات، كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، ودي الكاميرا اللي هتقدر تعتمد عليها بشكل كبير في الموبايل. والكاميرا الثانيه هي 8 ميجا بكسل، وكاميرا الماكرو اللي هي 2 ميجا بكسل، وكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل. اداء الكاميرات نقدر نديله مثلا 60 او 70% لو احنا بنقارنه بالكاميرات اللي تحت ال 10000 جنيه، ونقدر نديله لحد 85-90% لو بنقارنه بموبايلات الفئه الاقتصاديه. الكاميرات هتديك اداء كويس قوي في سطوع النهار، وبالليل هيبقى فيه بعض النويز مع شويه تعديلات على الصوره هتقدر تاخد صوره كويسه. لكن مجمل اداء الكاميرا في موبايل في فئه بنتكلم فيها فئه اقتصاديه او يعتبر بيجنر تقريبا، نقدر نقول ان الكاميرات مقبوله جدا. صوت الموبايل هنا يعتبر قوي وكويس جدا، وموجود طبعا مدخل ال3.5. اداء المستشعرات فعلا شاومي بتبسطني يوم عن يوم انها قدرت تطور اداء المستشعرات، وخصوصا ان شاومي زمان كان عندها في الماجنتيك فيلد تحديدا
كان بيبقى او مستشعر التقارب وانت بتتكلم كان بيبقى عندها مشكله، بس المره دي الحمد لله متعالج كويس جدا في اخر اجهزه لشاومي. وفي الجهاز ده كمان كفاءه اقتصاديه مش هتلاقي اي مشكله في حته استخدام المستشعرات سواء البلوتوث او الواي فاي او المستشعرات بشكل عام. البصمه هنا بصمه جانبيه وتعتبر من البصمات القويه. شاومي من ايام النوت 3 وهي بتحقق بصمه قويه جدا، فالبصمه عند شاومي محترمه، ودلوقتي كل الشركات وصلت لاجيال عاليه جدا من بصمه الصباع في الموبايل سواء تحت السكرين او الجانبيه او الخلفيه اللي ما بقتش موجوده. ولكن اقدر اقول لك ان اداء البصمه نقطه قويه جدا في الموبايل هنا، وهي ان البطاريه 5000 ملي امبير مع شحن يقال عليه سريع 18 واط. يعني البطاريه هنا هتشحن معاك تقريبا في ساعه وربع لساعه وتلت، بس هتقعد معاك كاداء اليوم كله باريحيه او بشكل كامل جدا او شكل متكامل. بس المشكله اللي انا حابب اوضحها لك ان انت لو الموبايل فضي منك او نسيت تشحنه فضي في نص اليوم مش هتقدر تاخد جزء كبير من البطاريه علشان الشحن هنا 18 واط. تركيبه الموبايل يعتبر بالنسبه لي موبايل مرشح بقوه للي عاوز موبايل في فئه ال 5-6000 جنيه وبيدور على موبايل شكل مع اداء مع كاميرات مع ان هو موبايل يقعد معاه فتره طويله. اقدر اقول لك ان شاومي ريدمي 12 هيكون اختيار كويس جدا بالنسبه لك، وخصوصا طبعا في تطور الاسعار. وزي ما قلنا الموبايل تقريبا النسخه ال 428 هيكون سعرها حدود 6200، النسخه الثانيه ال 828 هتكون تحت ال 7000 جنيه بحاجه قليله. وللاسف ده بقى سعر هواتف الفئه المتوسطه. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات، واشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.